مساء الخير لكل أصحاب برج الحوت. معاكم قناة هيروسكوب اللي دايماً بتكشف لكم أسرار الكواكب والطاقة اللي بتأثر عليكم وبتخليكم تمشوا في حياتكم بخطوات أهدى وأوعى. لو لسه جديد معانا ما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان توصلك التوقعات أول بأول. توقعات برج الحوت الأسبوع الأخير من أغسطس. الحوت بطبيعته عاطفي ورومانسي وعنده قلب واسع مليان حنية، والأسبوع الأخير من أغسطس هيمتحن الحتة دي عندك. لو أنت مرتبط في لحظة صدق كبيرة جاية بينك وبين الشريك، ممكن يكون في نقاش يفتح باب لقرار مهم، إما تقوية العلاقة بخطوة جدية زي خطوبة أو زواج، أو إعادة تقييم لطريقة التعامل بينكم. الكواكب بتقولك بلاش تخاف من المواجهة، لأن الوضوح دلوقتي هو اللي هيبني الاستقرار. لو كان في خلافات سابقة، دي فرصتك إنك تصلحها بأسلوبك الحساس والراقي. استخدم كلامك الناعم وحنانك وهتلاقي إن الحبيب بيرجع لك بحب أكتر. أما لو أنت سنجل، الأسبوع الأخير من أغسطس جايب لك مفاجأة رومانسية. ممكن تقابل حد من خلال مكان غير متوقع زي مكتبة أو تجمع روحي أو كنسي أو حتى على الإنترنت. الشخص ده هيشدك بروحه ونقائه وهيخلي قلبك يدق بسرعة. الحوت في الشغل عنده قوة خيال وابتكار، وده بيخليه يلمع لما يلاقي البيئة الصح. الأسبوع الأخير من أغسطس بيحملك فرص إنك تثبت نفسك أكتر وسط زملائك. ممكن مديرك يديك مسؤولية جديدة أو تكليف بمشروع يبان صعب، لكنك هتقدر تحله بطريقتك الخاصة اللي بتجمع بين الإبداع والإحساس بالناس. لو أنت في مجال فني، إبداعي أو حتى شغل محتاج حس إنساني زي التدريس أو العلاج أو التصميم، ده وقتك إنك تبرز وتسيب بصمة. لكن خد بالك، في زميل أو شخص في محيط شغلك ممكن يحاول يستغل طيبتك أو يحملك فوق طاقتك. الكواكب بتنصحك تقول لأ وقت اللزوم، لأن مش كل الناس هتقدر إنك بتساعد من قلبك. الوضع المالي للحوت في الأسبوع الأخير من أغسطس بيشهد حالة تذبذب بسيطة. ممكن يجيلك دخل إضافي من عمل جانبي أو خدمة بتقدمها لحد، وده هيفرحك جداً.